ما أعتقدش إنك ممكن تسأل الأيام دي إيه الألعاب اللي نزلت على الموبايل في سنة 2024. مطورين الألعاب عدوا حدود الابتكار والإبداع عشان يقدموا مجموعة من الألعاب هتغير وجهة نظرك عن فكرة الألعاب على الموبايل. في فيديو النهاردة هنقدم ليكم أفضل 10 ألعاب نزلت على الموبايل في سنة 2024. يلا بينا نبدأ. رقم 10 معانا Death Stranding. هي لعبة مغامرات من منظور الشخص الثالث. بتدور القصة عن سام بورتر، شغلانته إنه بيشيل طرود أو حمولة وبيقوم بتوصيلها في عالم مروع ومليان بالوحوش، بحيث إنك بتقابل كائنات غريبة وغامضة وشبه ميتة. واللعبة بتتميز بالمناظر الجميلة والمذهلة والخلابة، والجرافيكس في اللعبة دي شيء خرافي جدا، واللقطات في اللعبة بتظهر جمال العالم أكتر وأكتر. والتجربة السمعية جميلة جدا من ناحية الموسيقى والأصوات اللي موجودة في اللعبة. لعبة تستحق إن أنت تجربها. رقم 9 معنا Kingdom the Blood. هي عبارة عن لعبة قتال زومبي مستوحاة من مسلسل كوري على نتفليكس اسمه Kingdom. بتدور قصة اللعبة عن سلالة حاكمة في فترة اسمها الجيون، بحيث إن رئيس الوزراء عنده طموح إنه يستولي على العرش عن طريق السحر اللي بيستخدم فيه زهرة لونها بنفسجي، فبيحول الملك والحرس لزومبي. واللعبة فيها تور الأوفلاين أو الأونلاين، بحيث إن أنت تقدر تلعبه أنت وصحابك وتحاربوا الزومبي وتهزموا رئيس الوزراء وترجعوا الأمور لما كانت عليه قبل كده. لعبة تستحق ان انت تجربها. رقم 8 معانا Art of Rally. هي لعبة 3D بتقدم لك انك بتسوق عربيات مختلفة، وهدفك انك توصل من نقطة البداية لخط النهاية بأقصى سرعة تقدر عليها، بحيث انك تقدر تحقق رقم قياسي فيها. وبتلعب يا إما في النهار أو الليل، والجرافيكس في اللعبة بيغذي بصرك وبيقدم لك تجربة حلوة جدا. وسواقة العربيات سهلة مش معقدة، ومع تقدمك في اللعبة بتتعلم مهارات بتفيدك في رحلتك في اللعبة. لعبة ممتعة جدا تستحق إن أنت تجربها. رقم 7 معانا Hitman Bloody Money. هي لعبة شوتر، لعبة كلاسيكية بالتجربة حديثة. هتلعب بالعميل 47 في مهام اختيار معقدة وصعبة، والصعوبة في كل مهمة عبارة عن لغز معقد جدا بيطلب منك انك تستخدم وسائل كتيرة عشان تخلص المهمة. وبتقدر تخلص المهمة بكذا نهاية على حسب طريقة تفكيرك عشان تنجز المهمة دي بسرعة بدون ما الحرس يعرفها، واللي بتخليك تحافظ على هدوءك في ظروف صعبة. رقم 6 معانا Warframe Mobile. لعبة بتوفر ليك تجربة فريدة من نوعها على أجهزة الموبايل. عالم اللعبة في كون مستقبلي، بحيث إن اللاعبين يقدروا إنهم يجسدوا المحارب القوي المعروف باسم تينو، وإنكم تروحوا في مهمات مثيرة لحماية النظام الشمسي من التهديدات المختلفة. واللعبة بتتميز بأسلوب اللعب السريع، يعني مش هتزهق بسهولة، وبتقدر تختار البدلات الفضائية والمركبات المناسبة ليك. بصفة عامة لعبة وورفريم جوهرة في عالم ألعاب الموبايل. رقم 5 معانا One Punch Man. اللعبة المستخرجة من الانمي المشهور One Punch Man، واللي يعتبر من أشهر الانميات. انت هنا مش هتلعب بسايتاما بطل الانمي، انت هتلعب يا إما بجينوس ام أو رايدر فوبوكي وغيرهم من الشخصيات. وأكتر جانب مثير للاهتمام إن اللعبة بتقدم عالم مفتوح تقدر إنك تستكشفه، وليك الحرية في التفاعل مع الشخصيات في اللعبة. رقم 4 معانا سبونج بوب ذا كوزميك شيك. هي لعبة موجودة على جميع المنصات PC، بلاي ستيشن، إكس بوكس والموبايل، بحيث إن أنت بتقدر تلعب بسبونج بوب وبسيط أو باتريك. واللعبة بتقدم عوالم كتيرة تقدر من خلالها إنك تستكشفها، حاجة أقرب لعالم شبه مفتوح، وفي مهارات بتتعلمها مع تقدمك في اللعبة. لعبة تستحق التجربة. رقم 3 معانا Farming Simulator. هي لعبة عالم مفتوح، بحيث إن أنت تعيش حياة المزارع. بتقدر إنك تسوق أكتر من 10 مركبات، واللي موجودة في الحقيقة زي جرارات لامبرجيني. كل مركبة فيهم ليها نظام خاص بيها وميزات خاصة بيها برضو. العناصر اللي تخليك تلعبها إنها محاكاة 100% عن حياة المزارعين، سواء في الزراعة أو إنك تجني المحصول وتعبيه وبعدين تبيعه. لو أنت من محبين ألعاب المحاكاة فاللعبة دي هتعجبك. رقم 2 معانا أرمر أتاك.
هي لعبة شوتر تكتيكية بتحارب فيها مخلوقات شبه آلية. اللعبة أونلاين، هدفك قتل أعدائك وإثبات جدارتك عن طريق التفكير والتخطيط في استخدام الذخيرة والموارد اللي معاك عشان تفوز على أعدائك. اللعبة بتوفر ليك تجربة واقعية في المعارك اللي انت بتدخلها. لعبة تستحق التجربة. وأخيراً رقم 1 معانا NBA. تقدر تلعب كرة السلة في ملاعب ال NBA المشهورة، وبتقدر في خلال رحلتك إنك تكسب لعيبة مهمة جداً في لعبة كرة السلة. واللعبة فيها أطوار متعددة. اللعبة بتقدم لك تجربة متميزة من خلال الموبايل، ولعبة كمان أونلاين، يعني تقدر تلعب مع أصحابك وتكونوا فريق وتكسبوا الدوري بيه. وهنا نكون وصلنا لآخر الفيديو. ما تنساش إن أنت تكتب لنا تعليق تقول لنا رأيك في الفيديو، وما تنساش تضغط على زرار اللايك لو عجبك الفيديو، ولو مش مشترك اشترك في القناة، وما تنساش زرار الجرس عشان يوصل ليك الفيديوهات أول بأول. معاكم عمرو شريف من قناة ريترو جيمر، تصحابكم السلامة.